النهارده الفيديو هيبقى مختلف، ما تشغلوش بالكم بشكلي لان انا نازل صاحي من شويه. لكن النهارده الفيديو هيبقى مختلف لانه مصوره من نص اليوم. هنعمل حاجات بسيطه، لكن قلت اوريكم تجربه معينه كده ممكن تفرق معاكم او تبقوا فاهمين ايه الفكره ليه. فكره الفيديو بقى عباره عن ايه؟ ان فكره 50 يورو دي تقدر تقضي بيها اليوم كامل ولا تقدر تقضي بيها يومين ثلاثه. في ناس مش شكلي ما اعرفش شكلي عامل كده ليه يا جماعه. 50 يورو دي بيقول لك انه هي عباره عن 50 جنيه في مصر تقدر تقضي اليوم بيها وبس. وفي ناس بتيجي تقول انه 50 يورو دي تقدر تقضي بيها يومين ثلاثه. تقدر تقضي بيها يومين ثلاثه. فعايزين نشوف مين فيهم الصح، وهل فعلا ان انت تقدر تقضي بدي يومين ثلاثه، ولا هي عباره عن 50 جنيه تقدر تقضي بيها اليوم وبس. فخلينا نشوف مين فيهم الصح. اول حاجه هروح الجيم، هلعب شويه، بعد كده اطلع على السوبر ماركت واوريكم الدنيا تبقى ماشيه ازاي. لكن هطلع الجيم واشوف الاول. خارجين من الجيم دلوقتي هنا في اليسرا ورايحين السوبر ماركت بعيد عن هنا شويه. كنت في الاول بروحه بالعجله، لكن عجلتي اتسرقت، فيعني هروحه ماشي دلوقتي. هو بعيد شويه، في سوبر ماركت اقرب شويه، لكن ما فيهوش الحاجات الاكبر والحاجات اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت الحاجات اللي تخليكم تعرفوا الاسعار وحاجات اكتر. يعني في حاجات كتيره جدا تتعمل اكتر، فاهمين؟ وفي نفس الوقت هنروح نتغدى هناك. احنا البيت بتاعنا هناك كده، وهنطلع عند السوبر ماركت هناك كده. في سوبر ماركت هناك اهو، في علامه الحمراء، ده سوبر ماركت، بس احنا مش هنروح لده، احنا هنروح لواحد ابعد من ده شويه، 10 دقايق مشي حاجه كده. العجله بتاعتي اللي اتسرقت كنت اشتريتها من هنا، وكانت عباره من العجل اللي بره دول، كانت برضو مستعمله، ما كانتش اصليه، لكن كانت غاليه جدا، واتسرقت في السوبر ماركت اللي انا هروح اجيب منه الحاجه النهارده. اوريكم فين اتسرقت، وبفكر كمان كام يوم اجي اشتري عجل برضو، بس تكون اصليه، فاهمين؟ ده محل عجل بيبيع عجل مستعمل واصلي، وبيبيع الموتورات وحاجات زي كده، وبيصلح، وفي اصلا ورشه جوه لو عايز تصلح العجله او الموتور بتاعك جوه. اغلب ايطاليا بيبقى في كل مدينه بيبقى في محلات دي متخصص بالعجل وحاجات زي كده، لانه هنا مهتمين بالعجل حبتين ثلاثه، لانه مهم في الحقيقه، فاهمين؟ العجله اللي طلعت في الفيديو اللي قبل اللي فات هي دي العجله اللي اتسرقت، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. واكيد لو كانت فضلت معايا كان هيحصل حاجه اكبر من انها تتسرق، فالحمد لله. فاقول الحمد لله على طول. ده السوبر ماركت بيني صغير، مش كبير قوي، يعني حاجه بسيطه، فمش هلاقي فيه الحاجات اللي انا عايزها والحاجات اللي اقدر اخليني اصور بيها، او اقدر اصور هنا، لكن في حاجات كتيره مش موجوده هنا عايز اجيبها، فهروح اجيبها من هناك. 10 دقايق مشي من هنا كده. مين بقى؟ طبعا في حاجه اقولها لكم دلوقتي، ما اعتقدش انه في ناس كتيره بتقولها في اليوتيوب خصوصا، بس انا بحب ريحه البنزين. كل الناس اللي في جيلي يا جماعه عارفين الاحساس ده. وانت صغير كنت بتحب تعدي عند البنزين عشان تشم ريحه البنزين، ما اعرفش ليه، مع انه مضر، لكن ريحته حلوه، فاهمين؟ ما اعرفش ليه. اللي زيي والنبي يكتب في الكومنتات الله يكرمك، عشان ما احسش ان انا لوحدي او ابقى معفن في الحقيقه. كله بقى وانا رايح عباره عن كده، عباره عن شجر هنا وشجر هناك والشارع هنا، وده الرصيف. قدام مش هيبقى فيه الرصيف، بس في مكان اقدر امشي فيه بسيط كده، فاهمين؟ دي محطة القطر يا جدعان. في قطر بيعدي من هنا من فوق، لانه محطة القطر قريبة من هنا فوق كده الناحية دي. بتروح لها من هناك، من المكان اللي جيت منه، لكن هوريكم دلوقتي انا رايح فين. يا جماعه الشجر في كل حته ازاي، هنا وهناك، هنا وهناك. السوبر ماركت هناك كده يا جماعه، هو ده اللي انا مشاور عليه دلوقتي، وجنبه ماكدونالدز. السوبر ماركت اللي انا رايح له ده هو اعتقد اكبر سوبر ماركت موجود في المدينه اللي انا فيها، اللي هي بسكيرا ديل جاردا. فعشان كده انا هروح اجيب منه الحاجات بتاعت الاسبوع كامل، ونشوف هل 50 يورو. انا عارف عن نفسي، لان انا عشت هنا بقالي فتره طويله، وعارف انه 50 يورو هتقضيني قد ايه، لكن انا بصور الفيديو ده عشان اعرفكم انه
الجدل اللي حاصل او الفكره اللي في بال ناس كتيره جدا، وانا متاكد انها الفكره دي في ناس بال كتير جدا، انه هل ال 50 يورو هي فعلا عباره عن 50 جنيه زيها زي مصر وبتقضيك كيوم واحد على قهوه وتشتري حاجات بسيطه كده وبس، ولا فعلا 50 يورو ممكن تقضي معاك يوم كامل، فاهمين؟ ده مش تقليلا في مصر او تقليلا في الدول العربيه نهائي، لكن انا بوضح لكم الفكره اللي في بالكم، مش الدنيا ماشيه ازاي، فاهمين؟ انا ماليش دعوه بالدنيا ماشيه ازاي، انا لي دعوه بتصحيح الفكره اللي في بالكم، فاهمين؟ فعشان كده انا هصور الفيديو ده. فهمتوا؟ بصوا يا جماعه المنظر من هناك بجد تحفه، ومخلي شكل الكاميرا بجد حلو قوي، عاجبني جدا. هو ده السوبر ماركت هناك كده، حتى السوبر ماركت ده معروف ان هو ارخص من كل السوبر ماركات اللي موجوده هنا في ايطاليا، وده ماكدونالدز اللي قلت لكم عليه. المهم يعني احنا داخلين ده وهو كبير جدا من هنا لغايه ورا خالص، ففي حاجات كتيره هوريكم جوه حتى الدنيا ماشيه ازاي. فارغ يا ادم، الله يكرمك، انت كل ده ما دخلتش السوبر ماركت اصلا. الله عليه احترام. هناخد عربية الأول، يلا بينا. دلوقتي ده المندرين، الكيلو منه ب3 يورو 39 سنت، فهجيب واحد هيفضل معايا ده أسبوع ولا حاجة. التفاح الأخضر ده أنا بحبه جدا، فالكيلو منه ب2 يورو 39 سنت، فهجيب منه كيلو، يعني 4 حتت ولا 4 حبات ولا حاجة. دلوقتي جبنا الفاكهه اللي احنا عايزينها، انا اصلا ما باكلش فاكهه كتير زي ما قلت لكم، فهنخش دلوقتي على قسم الزبادي. حاجه بجيبها على طول، الزبادي ده اللي بجيبه على طول بيورو 59 سنت. ده في الحقيقه بيفضل معايا يوم واحد، باكله في نفس اليوم، اللي هو ممكن اكله لما اروح النهارده. ما كل انواع الباستا اهي اللي انت عايزها. كمان دول انواع الباستا عشان محدش يتوه، ده انواع باستا بيبقى جواهم محشي حاجه، فاهمين؟ يعني محشي جواه بانشيتا، روزولاتا، تزوكا، اوكي. فدي المكرونات بيبقى محشي جواها حاجه، فبيبقى اغلى من المكرونات العاديه. لكن في مكرونات الطبيعيه بقى الاسباجيتي والحاجات زي كده موجودين في حته تانية. ده اللي محشي، ده اسعارهم مش غاليه للدرجه، لكن كباستا فده مثلا العلبه دي تقعد معاك لو انت شخص واحد تقعد معاك يومين غدا، بس لو هتقعد معاك يوم فتتغدى بيها وتتعشى بيها، فاهمين؟ الصلصه دي مش صلصه يا جماعه، دي صلصه جواها لحمه مفرومه، فبتبقى اغلى من الصلصه العاديه. الصلصه العاديه بتبقى اخرها 90 سنت ولا حاجه، فاهمين؟ بصوا يا جماعه انواع اللحمه دي، بصوا انا ما باكلش اللحمه اللي موجودين في السوبر ماركت لانه ما اعرفش مذبوحين ازاي، بروح اجيبهم من الجزار، بيبقى ارخص من ده شويه. لكن بصوا مثلا ما اعرفش دي كتف ولا فخده، وده سعرها. دول بيبقى اسعارهم هنا انواع اللحمه، وهنا كذلك اهي دي انواع اللحمه اهي. الكبده ممكن اجيبها، يعني ممكن اجيب الكبده اللي عادي، لكن بصوا الكبده سعرها كام. وهنا اللحمه دي اسعارهم ما يساوي كده. بصوا 3 حتت لحمه سعرها قد ايه. هنا الفراخ ده بيبيعوها بس بتروح تحطها في الزيت وبتاع، موجود في كل حته، ده اسعارهم. حتتين كوتليتا بيبقى غاليين الحاجات دي، حتتين بسعر 2 يورو 29 سنت، ده ممكن تاكلهم في يوم واحد. ده كوردن بلو، فيعني تاكلهم اليومين، تاكلهم في يوم واحد، حتى الصبح بس ممكن تاكلهم كغدا، فغاليين. بصوا انا هوريكم حاجه دلوقتي موجوده في مصر وغاليه جدا دلوقتي، هي البانيه اللي هي صدور الفراخ، بتبقى غاليه جدا. هنا برضو غاليه حبتين يعني. ده 348 جرام بسعر 4 يورو، غاليه برضو، فاهمين؟ يعني مش رخيصه ان انت تجيب حاجه بسيطه جدا تاكلها كواحد بني ادم بس واحد. بقى البصمات غير الدقيق غير الحاجات والزيت والحاجات زي كده، فانت لو هتاكل انت كبني ادم حاجه ب10 يورو فواحد بس، واكله الصبح فهي غاليه. فزي عايز افهمكم زي ما في حاجات غاليه في حاجات رخيصه. دلوقتي انا بروح اجيب البسكوت ده على طول، ده بيفضل معايا في البيت على طول، ده بيفضل معايا اسبوع كامل، ده سعره يورو 40 سنت. ما هتيجي تقول لي انت بتجيب بس شوكولاتات وبتجيب بسكوت وحاجات، لا انا الحاجات التانية اللي هي اللحمه والفراخ ما بجيبهاش من هنا، بجيبها من الجزار لانها بتبقى حلال. تاني حاجه باستا والحاجات زي كده كلها عندي في البيت، فمش محتاجه اجيبها دلوقتي، عشان كده وريتكم اسعارها وما جبتهاش، فاهمين؟ لكن دلوقتي انا هجيب الحاجات الفطار بقى وحاجات زي كده، الحليب والدنيا. محدش يقول عليا طفل يا جدعان، لكن انا بحب الكورن فليكس لغايه دلوقتي وهجيبه حرفيا. لكن هو بيبقى هنا برضو في ايطاليا غالي ان انت تجيب ده
ده بيفضل معايا اسبوع، ب 3 يورو، قول ب 3 يورو. عاملين كمان اوفرتا اللي هي اصلا كانت توب، لكن هو دلوقتي ب 3 يورو، فاهمين؟ بس لا، هو مش اوفرتا، هم عاملين ان هو في عرض وبتاع. ايه شغل اطفال ده. اهم حاجه في الليله دي كلها، ده اللي انا جاي اصلا عشانه، اللي هو الحليب. فلتر الحليب كامل ده لتر يورو 50 شنتيزمي اهو. فنحطه هو كمان ايكو. دلوقتي هوريكم كام حاجه برضو كباستا. وريتكم الباستا الاولانيه، هوريكم الباستا الثانيه برضو واسعارها بتبقى عامله ازاي عشان تبقوا فاهمين. قلنا لاهم قسم في السوبر ماركت، دي الانواع اللي مشهوره في ايطاليا. عموما بصوا، ده من اشهر انواع موجوده في ايطاليا، في كل انواعها هي الشركه دي. بصوا اسعارها ايه غير التانية خالص. ده بيورو 9 شنتيزمي و95 شنتيزمي، 95 اغلبها 95. اغلى واحد ممكن عشان كبير جدا. بصوا قد ايه حاجه كبيره جدا، بيورو 79 باشكالها وانواعها 95 شنت. فانا بقول لكم انه انواع الباستا العاديه هي رخيصه فعلا، رخيصه جدا. انت ممكن تشتري نوع باستا اصلا وصلصه ولحمه بسيطه كده، الموضوع يكلفك 6 يورو تتغدى، او لو عملت كميه تتغدى وتتعشى بيهم ممكن تقضي ب 10 يورو عادي جدا في اليوم. فده عادي. صلصه، حتى الصلصه بيورو 50 شنتيزمي، فاهمين؟ بانواعها بقى، غير ان انا اصلا بحب البيستو، بحب الصلصه بيستو، هي اغلى شويه لكن بحبها كأنا ادم بحبها. لكن عايز تجيب صلصه عاديه جدا ممكن تجيبها بيورو حتى. لو عايز تجيب يورو اهي، فاهمين؟ وبازيليكو كمان، يعني حاجه مش وحشه برضو، فاهمين؟ فقلت لكم زي ما في حاجات رخيصه في حاجات غاليه. دلوقتي انا عايز اجيب حاجات برضو هنا، انا جاي هنا برضو عشان اجيب الحاجات دي الخاصه بالنظافه وحاجات زي كده، غاليه جدا في ايطاليا. يعني شامبو مثلا زي كلير ده ب 3 يورو 29 شنتيزم. بيقعد معاك، ما بيقعدش معايا كتير لانه بيقعد معايا اسبوع، لانه يعني لكن يعني انك تشتري حاجات تبقى غاليه شويه. لكن انا اصلا بخلص نفسي وبروح اشتري الحاجات الكبيره عشان بيقعد معايا اكتر من اسبوع وبس. يعني بس انا مش لاقي الكبير اللي بجيبه على طول، فشكلي هشتري واحد صغير دلوقتي. السبراي، بصوا السبراي اللي هي دي بس صغيره، دي سعرها 2 يورو 69 شنتيزمي. انا بجيب لي 2 بخليهم معايا، بيقعدوا معايا فتره، يعني بيقعدوا معايا اسبوعين ولا حاجه، فتمام يعني، فاهمين؟ بصوا يا جماعه، انا دي جبتها من عندهم بره. بتاخد الكارت ده واي خصم موجود في المكان، بتحط دي في الكاسه عندهم وبتدفع، بيديكوا الخصم اللي كانوا كاتبينه في الحاجات الصغيره دي. عاملين خصم مثلا، لو عاملين خصم هنا 30 شنتيزمي، لما بتحط الكارت ده بيتحسم الخصم، بس من غير الكارت ده مش هيتحسب حاجه وتاخده بالسعر الاصلي. ممكن تطلعه من اي سوبر ماركت موجود عندك وببلاش حتى، فاهم؟ بيديك الكارت ده مكتوب اسمي من ورا وبس. فانا هروح دلوقتي اخد كل الخصومات. ده السعر دلوقتي 18 و50 شنتيزمي كل الحاجات دي. هنخلص دلوقتي، هنعمل كيس واحد. خلصنا، يلا نطلع بقى. دلوقتي يا جماعه انا داخل اكل في ماكدونالدز لان مفيش اي مكان هنا فاتح دلوقتي، فاخش اكل ماكدونالدز واوريكم الاسعار جوه حتى. ده على طول. دلوقتي ده المبلغ اللي هدفعه. سندوتش ماكدونالدز برضو من اغلى الحاجات الموجوده، مش موجوده بس في الدول العربيه، برضو حتى هنا غاليه، فاهمين؟ دي الاسعار برضو. البرجرات موجوده، غير بقى ان لو عملتها منو ده سعر البرجر بس، غير بطاطس بقى والبيبسي، فاهمين؟ غير بقى القهوه والايس كريم يعني اقل حاجه هنا 6 يورو، فاهمين؟ هنروح ندفع بدي بقى جوه هناك في الكاسه. نخلي الحاجه بتاعتنا الاول هنا ونروح ندفع ونيجي، فاهمين؟
معانا. يلا بينا. خلينا ناكل بعد كده اطلع اكلمكم، لانه مش هصور لكم وانا باكل، انا هصور لكم الاسعار. مش عارف ليه هصور لكم وانا باكل اصلا. لكن انا بقول لكم ان انا جيت اكل، السعر طلع 8 يورو 50 سنتيزم. يعني احنا في اغلب الاوقات في اغلب الحاجه دي صرفنا بتاع 26 يورو لغايه دلوقتي. بس نشرب قهوه، فيعني اليوم كله مشي ب 30 يورو. فانا ال 20 والحاجات اللي انا اشتريتها دي هتكفيني اسبوع كامل، فاهمين؟ صباح الخير. ده اليوم اللي بعده. عشان روحت بقى متأخر امبارح، وفي الحقيقة ما نزلتش تاني، لكن صورت دلوقتي ناقص بس كام لقطة. المفروض ان انا اروح اشرب قهوة، لكن انا حسبت لكم الدنيا ماشية ازاي. فالقهوة لو هنحسبها فهي هتكون مثلا بيورو ونص في كل الحاجة. لو هنقول بلغنا في الموضوع، فاحنا صرفنا امبارح كل اللي صرفنا كان 30 يورو. انا كنت عارف ان انا هصرف المبلغ ده، والحاجات اللي انا جبتها هتقعد معايا اسبوع كامل. فانا عارف ال 50 يورو هتقضي معايا قد ايه. في ناس ممكن تقضي معاها اكتر، بسبب ان هو مش هتروح تشتري حاجات اللي انا اشتريتها وهتفضل معاها 50 يورو. وفي ناس مش هتقضي معاها لانها ممكن تشتري حاجات اكتر. لكن اللي هنحسبه واللي هنفهمه من الفيديو انه ال 50 يورو ممكن تقضي معاك اكتر من يوم بكتير جدا لو حسبتها صح، واشتريت الحاجات اللي انت عايزها بعقلانية. وهي دي فكرة ان انت تقدر تعيش لوحدك وتسيستم كل حاجة، فاهمين؟ بس هو ده الفيديو باختصار. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ودلوقتي اعتقد انتوا فهمتوا مغزى الفيديو، او فهمتوا الفكره انه 50 يورو ممكن تقضي معاكم ولا لا، وهل ال 50 يورو هي 50 جنيه. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا دين امي. حاجه تاني. حاجه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا حاجه زي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وسلام.